اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة انا جاية اوريكم الصبغة البالت. انا كنت عاملة قبل كده فيديو عنها وبيجيلي كل يوم اسئلة كتير قوي عليها، ازاي احطها؟ طب استخدامها ازاي؟ طيب الدرجة اللي انا عايزاها اعرفها منين؟ طب هو ينفع احطها من غير تفتيح او سحب لون من الشعر؟ طيب ايه الدرجة اللي تدي على بني؟ ايه الدرجة اللي انا شعري مثلا ارضيته لونها اسود غامق؟ ازاي اجيب الدرجة اللي على العلبة دي؟ انا حابة مثلا الدرجة دي. طب انتي لما بتيجي تشتري الصبغة بتختاري على اساس ان الدرجة دي، ولا بتختاري على اساس ايه بالظبط؟ فالنهاردة بقى في الفيديو ده هوريكم وهقول لكم كل حاجة عن الصبغة. لو انتي عايزة تصبغي في البيت، لو ما عندكيش وقت وتروحي الكوافير عشان تصبغيه، لو الامكانيات دلوقتي الدنيا غالية جدا ويعني الدنيا مش مستحملة لوحدها، فبعلبة صبغة زي دي هتقضي الغرض يعني، وتصبغي شعرك في البيت وهيطلع معاكي بإذن ربنا أحسن بكتير كمان ما تروحي الكوافير وبيحطوا بقى مصححات على اللون وبودرة تفتيح وتشقير وحاجات كده، يعني بيحط لك حتة صبغة والباقي كله مواد بقى من عندهم وحاجات كده. طيب نبتدي من الأول خالص إن احنا نعرف ايه مكونات العلبة دي. أول حاجة، انتي لو شعرك تقيل هتجيبي علبتين، لو شعرك طويل هتجيبي علبتين، يعني في آخر ظهرك هتجيبي علبتين حتى لو خفيف، علشان الصبغة تتشبع كويس قوي من الشعر وتديكي لون حلو، ما تبقاش ملطشة كده وحتة ايه غامقة وحتة فاتحة والحاجات دي وتقل منك وانتي شغالة، فمش هتعرفي ساعتها تتصرفي. فهاتي بزيادة، ممكن تحطي 1.5 وتشيلي النص التاني، بدل ما هي مقفولة ومحكمة الغلق كويس تقعد معاكي عادي جدا 6 شهور سنة، بحيث ان هي اما تطلع الجذور تبتدي ان انت تصبغيها تاني او تعيدي عليها، فمش هيحصل لها اي حاجة. انا هنا جايبة علبتين علشان انا شعري يعني مش طويل قوي ولا قصير قوي، بس يعني تقيل شوية، فجايبة علبتين. فانا جبت درجة اللون هنا، ثواني اهي، درجة 8.1. فدرجة اللون عندي هنا 8.1، اسمها اشقر فاتح رمادي. ايه اشقر فاتح رمادي دي؟ انا مش عايزة شعري يقلب لرمادي، انا عايزة شعري مثلا يدي البني البندقي او البني الشوكليت اللي هو على هادي، مش بني شوكليت مكتوم. انا عايزة اللون يبقى حلو كده على البنيات. 8.1 هتديكي اللون اللي انت عايزاه وهوريكي ازاي. لو جبتي 8.0 بتختلف، ان الدرجة ما بتبقاش على رمادي، بيبقى اشقر فاتح بس، اللي هي 8.0 او 9.0 اشقر فاتح، او اشقر فاتح فائق اللي هي 9.0. هتديكي لون بس هيبقى لونه على آه يعني عارفين لما بتيجي في الشمس كده وتحسي ان لون الشعر لونه اورنج شوية، فممكن يقلب معاكي. الرمادي هنا بيعمل كأنه مصحح للون، يعني ما بيخليش اللون يدي معاكي على الضي اللي هو النحاسي. عارفين لما بتبقي عاملة لون بني شوية وتحسيه قلب على نحاسي بعد غسلتين 3؟ هنا بقى الدرجة دي الرمادي بيكتم اللون، بيخليه يطلع معاكي اللون مظبوط وحلو جدا. طيب انا بقى عايزة الصبغة تطلع معايا اللون ده، استحالة تطلع معاكي اللون ده. ليه بقى؟ اللون ده لو انت عايزة تطلعيه يبقى لازم حضرتك تروحي تجيبي اكسجين وتدي شعرك اكسجين، او تجيبي درجة او تفتحي بصبغة، صبغة اللي هي بتبقى فاتحة خالص تقريبا درجة 10 او 10.0 10.2 حاجة كده، هتجيبيها وتفتحي بيها الشعر خالص، يعني تخلي الشعر يسحب منه اللون بتاع الشعر الطبيعي، علشان اما تحطي هيديكي بقى اللون ده بالظبط بالظبط. بس طبعا ده مش آمن على الشعر، انت كده بتهلكي الشعراية وبتقصفيها، وهتخلي الشعراية هلكانة جدا جدا ومقصفة، وانتي بتغسليها تحسي كأن الشعراية بتتكسر معاكي. طب وليه؟ طب ما احنا نجيب درجة وناخد منها لون برضو كويس وكل حاجة، بس من غير ما نعمل اكسجين او نفتح ونضر شعرنا.
طيب الدرجة دي هتيجي من غير تفتيح، برضو الأسئلة دي بتجيلي كتير قوي على فيديو الباليت اللي أنا كنت عاملاه من كام سنة كده، وهسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بس أنا كنت جايبة درجة غير دي. لا مش هيديكي خالص الدرجة دي لو انتي مش مفتحة. طب هيديني ايه؟ هقولك دلوقتي هيديكي ايه. انتي مالكيش دعوة بقى باللي قدام ده خالص، انتي بتيجي على ورا هنا. بيديكي لون الشعر الطبيعي ونتيجة اللون. بصي بقى، انتي لو شعرك او مفتحاه او صبغاه اللون البلوند الفاتح ده، هيديكي اللون اللي على العلبة، اللي هو هيكون فاتح بضي مكسور شوية على رمادي، يعني عارفين اللي هو البنيات اللي كسرة شوية على رمادي. بس لازم يكون شعرك اللون ده. فاحنا قلنا طبعا احنا شعرنا مش اللون ده، فمش هيدينا ده. هنا بقى اشقر، اللي هنا ده اشقر فاتح. لو انت شعرك اشقر متوسط، يعني انت كنتي صبغاه ولونه كده، هيديكي اغمق شوية. طيب انتي شعرك اشقر غامق، هيديكي اللون ده. طب انتي بقى شعرك مش اشقر خالص، انتي شعرك اسود، انتي شعرك كستنائي، انتي شعرك غامق من الاسودات، هيديكي من اللون ده بس على اغمق بقى. فهيديكي درجة البنيات اللي هي العسليات الغامقة. فهيدي درجة حلوة جدا جدا. الصبغة دي حلوة قوي، ومش بتنشف الشعر خالص يا جماعة. وبعد ما بتصبغي شعرك بتحسي ان شعرك اصلا متغذي وطري وناعم، واللون بيفضل معاكي فترة طويلة. يعني بيقعد معاكي اسابيع كتير، بيكون حلو قوي. وتقدري بعد كده ان انت اما اللون يتسحب شوية، تقدري ان انت تصبغي الجذور. طيب احنا كده عرفنا ازاي نجيب الصبغه. يبقى اما نجيب الصبغه ملناش دعوه باللي معمول هنا. لو وريتكم كده، بصوا الدرجه دي اللي على العلبه كويس، انا كده جايبه علبتين عشان افهمكم برضو. الدرجه دي اللي على العلبه اهي، الدرجه دي اهم كده وهما جنب بعض. يبقى انا لو انا شعري بلوند فاتح كده، اشقر فاتح، هيديني الدرجه اللي هي على العلبه. طب انا شعري مش اشقر فاتح اهي، هيديني اغمق. طب شعري اغمق، هيديني اغمق. فاللون هيطلع معاكي حلو وكل حاجة. ويا ريت يا جماعة بلاش بودرة تفتيح للشعر، بتهلك الشعر جدا زي ما قلت لكم. طيب احنا كده عرفنا ازاي نختار الصبغة. طيب سعر الصبغة دي كام؟ عشان انا عايزة اروح اجيبها بقى. كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا اعياد وكله بقى عايز يصبغ شعره كده ويظبط حاله قبل الصيف. انا جبتها ب50، وبتتباع ب55 برضو. وفي الصيدليات بقى هتلاقي سعرها من 60 ل65، بس انا جايباها من محل مستحضرات تجميل وشامبوهات وحاجات زي كده. كنت يعني انا جايباها كده على 50. فانت هتلاقي سعرها ما بين 50 لغاية 65 70، على حسب بقى المكان. او ممكن تلاقيها مثلا في هايبر، ممكن تلاقيها في فتح الله، في الحاجات دي ممكن تلاقيها بسعر كويس برضو. طيب خلاص كده عرفنا اللون، وعرفنا احنا هنعمل ايه واحنا بنختار الصبغه. تختاري الصبغه ما تختارهاش من هنا خالص. لو انت عايزه لون بقى احمر، لون اسود، لون بني غامق، لون بني شوكليت، يبقى هتقلبي وتبصي على هنا. تمام. زي ما قلت لكم الصبغه دي لون غني يدوم طويلا، عناية بعد التلوين، بتغطي الشعر الابيض بنسبة 100%، يعني مش قوي، يعني مش هقول لكم 100%. لو عندك شعر ابيض مش بتغطيه قوي قوي يعني. هنا نظام العناية الثلاثية، كيراتين وبنسينول وزيت مغذي، تعتني بالشعر، يقوي بلة الشعر وينعمه ويغلفه للون جميل يدوم طويلا. هو فعلا بتغذي الشعر جدا، بتخليه ناعم وطري، ومش بتحسي ان انت كأنك صبغتي شعرك خالص. طيب نفتح بقى العلبة من جوه ونشوف المحتويات بتاعها ايه. انا دلوقتي هبتدي اصبغ شعري، فانا هعملها معاكم علشان تبقي شفتي كل حاجة وتعرفي تعمليها في البيت لوحدك، ولا هنحتاج كوافير ولا هنحتاج لحد. دي النشرة بتاعتها اهي، وبقريها لو انت اول مرة تصبغي وكده. اقريها الاول علشان تعرفي التعليمات. اهم حاجة بقى في الورقة دي كلها
اهم حاجة بقى في الورقة دي بيقول عليها، معلش مش عارفة الصورة بيحصل فيها ايه، ان انت تعملي اول حاجة اختبار حساسية. يعني انت هتدربي الصبغة او خدي منها حتة صغيرة وحتة صغيرة برضو من العبوة التانية هوريكي، وتاخدي منها قطعة يعني صغيرة قوي قد الضافر كده، وتحطيها مثلا ورا ودنك، تحطيها هنا في ايدك، يعني في ايدك من هنا. لو حسيتي بحكة او هرش او تورم او حاجة، لا ما تستخدميش الصبغة، يبقى انت كده عندك حساسية من نوع الصبغة. بس ده يعني ما بيحصلش 1% يعني. لو حسيتي بهرش، لو حسيتي بحاجة، يبقى ما تستخدمهاش. بس كده. طيب ايه المحتويات بقى بتاعتها؟ بيجي ادي امبول اهو، ده 50 ملي. دي الصبغة نفسها اهي 8 واحد، ده الامبول نفسه. وده المحلول بيجي معاها بيكون 9%، يعني زي كده الاكسجين، بس يعني مخفف شوية عن الاكسجينات اللي بتبقى في الكوافير. تمام، دول بيتحطوا على بعض. ده بقى الماسك اللي انت بتغسلي بيه الشعر بعد ما بتخلصي والمدة بتاعتك بتخلص. لما بتحطي الصبغة بتحطي ده بقى على الشعر بتسيبيه كده 5 دقايق، وبعد كده بتشطفيه. ده بيظبط بقى اللون، وبيخلي كمان الشعر ناعم وقوي، وبيظبط لك الدنيا يعني. وده بقى جلافز كده، جوانتي، علشان ايديكي ما تتبهدلش وانتي بتصبغي. بيكون كده حاطط في كل علبة جوانتي اهو. اطوله كمان شوية، كان الاول كان قصير، فكان تيجي تعملي تلاقيه بيطلع من ايدك. لا بصوا خلوه كبير ازاي، يعني اكبر من ايدي انا، خلوه طويل لقدام علشان ما يتحركش منك. ممكن تحط يعني تلبسيه وتقفليه من هنا كده باستك، بحيث ان او توكه صغيره بتاعت البنات الصغيره الاستك، علشان ما يفضلش يطلع منك اثناء ما انتي بتعملي ويضايقك. عشان مريت بالحاجات دي، تفضلي وانتي بتعملي الصبغه تلاقيه بيفضل يطلع من ايدك وبيبقى ملل يعني. فانتي البسيه، وفي الاخر هنا بربطيه بتوكه شعر او باستك. تمام كده، عرفنا المحتويات بتاعه العلبة. وده برضو جوانتي انا كان عندي، لو انتي عندك برضو عايزة تلبسيه زيادة تأكيد يعني عشان ايديكي البسيه. وقلنا على موضوع اختبار الحساسية. طب يلا بقى مع بعض ندرب الصبغة، هفضيها معاكم ونشوف نعملها ازاي. طيب انا جبت بقى الطبق الصبغة. معلش بقى يا جماعة، هو لونه كده من الصبغة اللي انا بعملها، هو طبق قديم عندي وانا مستغليه بقى بعمل فيه على طول، فلونه كده. عشان كده طبق الصبغة اللي بيكون في الكوافير بيبقى لونه اسود، عشان ما يبانش بقى فيه الالوان دي. هنفضي بقى كله كده. هو كان المفروض على فكرة افك ده الاول، بس عشان وانا بتكلم ما خدتش بالي، بس مش هيضر يعني. فضي كل حاجة، ما تسيبيش ولا فتفوتة. والانبوبة اهي، هبتدي بقى افضيها. هاتيها من تحت الاول عشان تنزلي كل اللي فيها، ما تعملهاش من فوق وتفضلي بقى صوابعك توجعك. اضغطي عليها كده حلوة قوي، ما تطبقهاش غلط عشان تعرفي تطلعي كل اللي فيها. هفضي بقى انا العلبتين، يعني هحط الكريم وهحط الاكسجين مع بعض، وهبتدي اوريكم هنكمل مع بعض ازاي. بصوا كده انا خلاص فضيت الانبوبتين والعلبتين الصغيرين. فضيت العلبتين اهم دول، وفضيت الانبوبتين على الاخر، على الاخر خالص. طيب هبتدي بقى هنا تخلطيها كويس قوي قوي. هخلطها معاكم، هقول لكم برضو على شوية حاجات. بالنسبة للشعر، طبعا بيكون شعرك مغسول كويس بشامبو بس قبليها بيوم. ما ينفعش تتحط على شعر مبلول، ما ينفعش تتحط على شعر معمول استشوار حتى لو مش دهناه. شعرك يتغسل مرتين بالشامبو حلو جدا.
من غير بلسم، من غير اي حاجة، يعني شامبو بس، من غير ولا حمام كريم ولا بلسم. وتغسليه قبلها بيوم عشان ينشف، وما تيجي تحطي الصبغة يبقى تمام. دي برضو اسئلة من اللي بتجيلي على فيديو الصبغة. انا خلطت اهو كده الصبغة. انا حاسة ان الكمية كتيرة قوي، بس يلا حلو، خلي الشعر يتشرب عشان انا بقالي سنة ما كنت صبغت ولسه قصة شعري، فشلت كل الصبغة اللي كانت من تحت، فشعري كده على درجته الأساسية أو على الأطراف بس هي اللي فيها كده لون بسيط. أهم حاجة احنا بنخلط الصبغة كويس جدا، والشعر زي ما قلت لكم نضيف، مغسول قبليها بيوم، معلهوش زيوت خالص، مغسول بشامبو بس. موضوع بقى ان في ناس بتقول نحط على الصبغة زبادي ونحط على الصبغة بيضة ومش عارفة ايه، انا معرفش ايه الموضوع ده بصراحة. كل اللي اعرفه ان احنا بنجيب علبة الصبغة وندربها كده وتمام التمام. موضوع البيض بقى والجبنة واللبن البودرة والمش عارفة ايه ده، معرفش بصراحة ايه الحاجات الغريبة دي، فانا مش هقدر افيدكم في الموضوع ده. نسيت اقول لكم ان فرشة الصبغة دي بتجيبيها من عند الراجل برضو اللي جبتي من عنده الصبغة، وسعرها رخيص، يعني مش عارفة ب5 جنيه او 10 جنيه حاجة كده. انا طبعا جايباها من عندي من زمان. طب هنحطها دلوقتي بقى ازاي على الشعر؟ شعرك مغسول، هتبتدي تقسمي شعرك ل4، يعني تفرقيه بالنص، وكل نص تعمليه ربع ربع، يعني يبقى كده على شعرك بقى على 4 تربع. هتبتدي توزعي الصبغة من ورا لقدام، اوعي تحطي الصبغة من قدام من عند قرطك، هتلاقي اللون فتح معاكي من قدام، عشان طبعا قدام مقدمة الراس دي الشعر اصلا بيكون خفيف مش تقيل، فلو عملتي كده هتلاقي اللون فتح معاكي من قدام قوي وورا لسه ما عملش حاجة. فانت هتبتدي توزعي الصبغة من ورا، من عند قفاكي من ورا لغاية قدام. هتاخدي الجزئين الاول اللي من ورا الربعين، وبعد كده تبتدي تاخدي الربعين اللي قدام. طيب بالنسبة اللي ورا ودانك، منطقة القفا دي من ورا، القورة، الودان، الحاجات دي، لو عندك كريم ادهني كريم علشان الصبغة ما تبهدلش وشك، او لو عندك فوزلين، او لو عندك جونسون بتاع الاطفال، كل دول تمام، يعني بيتحط كده بس عشان يبقى عازل ان انتي الجلد بتاعك ما يتسبغش. وتقدري برضو ان انتي تاخدي منها وتصبغي حواجبك. انا هروح بقى اصبغ شعري عشان انا خلاص دربتها، واول ما بتدربيها كده تحطيها على شعرك على طول. هحطها على شعري واسيبها قد ايه؟ هتسيبيها نص ساعة، يعني 20 دقيقة 30 دقيقة، وتبتدي تبصي عليها، هو الدرجة اللي انت عايزاها تمام. عايزة تستني تستني شوية وتاخدي درجة افتح سنة براحتك، بس انتي من بعد التلت ساعة تبتدي تبصي على الصبغة وتشوفي اللون كده تمام معاكي، تروحي تغسليها على طول. وما تغسلهاش بمية سخنة قوي، يعني خلي المية تكون فترة. كل ما تغسلي شعرك بمية فترة بيخلي الشعرية لمعة كمان وصحية. المية السخنة بتسقط الشعر يا جماعة وبتهلك الشعراية، انتي بتهلكيها بمية سخنة. فهروح بقى احط الصبغه وارجع لكم واقول لكم على نتيجه اللون. واستنوا بقى معايا علشان في مفاجاه هوريها لكم كاني صبغت شعري قدامكم بالظبط. بصوا بقى، انا كده خلصت، وزعت الصبغه كلها على شعري وخدتها من تحت لفوق زي ما قلت لكم وخلصت خالص. بس بقى جيت عشان اوريكم المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها. انا خدت بصوا الطبق كله، سايبه بس حته صغيره عشان اوريكم حاجه. هلبس بس الجوانتي كده تاني. بصوا دي كده خصلة شعر اهي، انا كنت سايباها علشان اوريها لكم هعملها ازاي. بصوا درجة اللون اهي، يعني عارفين البني الغامق كستنائي اللي هو درجة اللون الشعر يعني. هبتدي ان انا هحطها بس هنا في الطبق، هي فاضل حاجات صغيرة اهي. هصبغها بقى باللي متبقي كده بالفرشة ونشوف هتدينا ايه. يبقى انا كده كأني صبغت شعري قدامكم، وتشوفوا الدرجة اللي انت عايزاها، ونشوف درجة الرمادي دي هتدينا ايه بالظبط.
اهي كده خلاص. هسيبها بقى كده في الطبق. انا كده خلاص شربتها كويس من الصبغة. بصي لو عايزة برضو تاخدي حتة كده صغيرة وتحطيها على حواجبك ما يضرش يعني، بس خلي بالك علشان ما تبهدليش وشك كله. خلاص كده هسيبها وهوريها لك بقى في الاخر لونها بقى عامل ازاي. انا سايبه الحته اللي من فوق دي برضو علشان تشوفوا اللون قبل واللون بعد. بصوا بقى بعد ما عدى على الخصله حوالي نص ساعه، هو اكتر من نص ساعه بشويه يا جماعه برضو للامانه. وانا خلاص انا غسلت شعري برضو، سبته اكتر من نص ساعه شويه، حوالي ساعه الا ربع وغسلته. اول حاجه قبل ما اغسل دي واوريها لكم، انا عايزه اقول لكم برضو عن النتيجه اللي انا وصلت لها. النتيجه حلوه جدا، بس خلي بالكم لو انتوا فروه شعركم الشعر خفيف، الاول وزعوا الصبغه على الشعر كله من تحت لغايه مثلا ايه، لغايه القفا كده، يعني لغايه ما تعملوش فروه الشعر خالص. هتوزعي من تحت لغايه فوق لغايه ودانك كده، وتسيبيها مثلا نص ساعة او ربع ساعة. وبعد كده ابتدي وزعي على منبت الشعر بقى، الجزء الامامي واللي هو خديها برضو من تحت لفوق، هتاخدي من ورا لقدام. تبتدي بقى توزعي علشان ما يفتحش معاكي. انا الجذور عندي فتحت اكتر من الشعر من تحت، علشان برضو اكون امينة معاكم قلتلكوا كل التفاصيل وكل حاجة انا مريت بيها. يعني ده خطأ كده حصل اثناء ما انا عملته، فلقيت ان تحت اغمق من اللي فوق، علشان طبعا فروة الشعر بتكون خفيفة شوية. بس اللون برضو حلو مش وحش، اللون بني بندقي كده فاتح شوية ومن تحت غامق شوية. بس ما يعني اما عملته كده نشفته باستشوار الاول، شطفته بالميه العاديه خالص، وبعد كده نزلت منه كل الصبغه، وبعد كده الكيس الصغير رحت مفضياه. خدت الكيسين بصراحه بتاع العلبتين، الكيسين الصغيرين رحت مفضياهم ورحت حطاهم على شعري زي حمام الكريم كده، وسيبته 10 دقايق ومشطته بالمشط. وبعد كده رحت شطفاه وعملته باستشوار كده عشان اشوف اللون حلو جدا وانا راضية عنه جدا. بس الخطأ اللي انا عملته لو عملته تاني هعمل من تحت لفوق، علشان كنت متعودة دايما بعمل الوان غامقة شوية، لكن في الالوان الفاتحة دي شوية لا. خلي بالك علشان جدر الشعر بس ما يبقاش لون والشعر نفسه يبقى لون. طبعا ايديا باظت، كنت حاطة هنا مانيكير باظ، مش مشكلة. هغسل بقى الخصلة دي وهرجع اوريها لكم لونها عامل ازاي. بصوا بقى غسلتها وعملتها سشوار كمان عشان يبان اللون. طبعا اللون مش بيبان غير اما بينشف، فانا نشفتها لكم يا رب تبقى باينه. بس شايفين درجه البني اللي هو عايزه بس اقرب لكم اكتر اهو، اهي شايفين درجه اللون يعني بني حلوه قوي، بس هي مش جايه قوي في الكاميرا، يعني حلوه قوي قوي. ولو عندك شعر ابيض، عندي كام واحدة شعر ابيض قلبت على رمادي كده، عارفين عسلي غامق في رمادي، في واحدة اهي. بصوا شايفين درجة اللون، لو عندك شعر ابيض هتديكي على كأنها خصل في قلب الشعر نفسها، كأنها عارفين ضي كده نحاسي رمادي اهي. انا بحاول اقرب لكم بكل الزوايا عشان تبان معاكم اكتر. عايزه افيدكم بامانه بكل يعني بكل حاجه انا مريت بيها في موضوع الصبغه ده، عشان بجد انا ما زهقانه من موضوع الكوافيرات والصبغه في الكوافيرات بتبقى مرهقه جدا للشعر. بعد ما بتصبغي شعرك في الكوافير بيكون هلك يعني من الصبغه ومن الحاجات المواد اللي بيحطوها. بصوا انا مثبته ايدي على قد ما بقدر علشان اوريكم درجه اللون. طيب العلبة هي يا جماعة طبعا اهي، ملهاش علاقة قوي بالعلبة، يعني هي ممكن الحتة اللي من جوه دي، لكن مش الرمادي اللي هنا ده.
مش الرمادي ده خالص، هو من جوه اهو، اهو بصوا اهو، شايفين؟ هي دي الدرجة اللي من جوه. درجة حلوة قوي لو انت عايزة تجربيها، بس يا ريت تخلي بالك من الحاجات اللي انا قلتها علشان النتيجة تبقى كويسة. يا رب اكون فدتكم في موضوع الصبغة ده، وجاوبت على كل الاسئلة اللي ممكن تيجي في بالك في موضوع الصبغة. و... وما تنسيش بقى اللايك للفيديو. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل حاجة جديدة بعملها. والقناة مش خاصة بس بالفيديوهات التجميلية، لا فيها طبخ وفيها ريفيوهات وفيها حاجات كتير قوي. شوفيها وهتتبسطي قوي من القناة بتاعتي. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، ومع السلامة.